شنو هو غسيل الأموال وكيفاش بدأ؟ أنا كي كنت صغير ونبدأ نلعب وريكش، يعني بحفظ جماعة من أقاربي أو عائلتي ويحكيوا على إنسان دخل الحبس في قضية غسيل أموال. يعني كان مخي يمشي لبيت وعن بالي السيدة غسل الفلوس وتنشرها بالرسمي، كانت حاجة بهيمة مني الحق. غسيل الأموال أو الموني لاوندرينج، وتو ننطق فيها بالغلط سامحوني يا جماعة، ريوح للتهنئة. القرن العشرين في أوائله في أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من أخطر العصابات وقتها وزيادة كانت من أقواهم، كان رئيسها المدعو ألي كابوني، اللي معظمكم تعرفوه يعني سمعتوا به، من مدينة شيكاغو. كان عمك ألي كابوني إنسان مش باهي، يتاجر عصابة، يتاجر في الممنوعات ويبيع في البيرة حشيكم ويدور في فلوسه منها. أما الفلوس هذيك ما كانش يقد يصرح بها قانونيا، كيش يصرح بها فلوس ممنوعات يعني. أما عمك ألي كابوني جاته خطة ذكية وحل مخه، قرر إنه يشرو مغاسل وشد الفلوس تاع الممنوعات هذيك اللي يدور فيها ويدمجها مع الفلوس نتاع المغاسل اللي شراها. كانت خطة فكية بالرسمي باش تبان الفلوس هذيك دخلت طريقة قانونية، وكان النشاط عبر نشاط تجاري عادي. في الخمسينات والستينات كان غسيل الأموال حاجة عادية، خاصة في البنوك، بالتحديد مدينة سويسرا أكثر بلاصة معناها تجي فيها اللي فيها واحد من غير ما تقول. المفيد مع تطور التجارة العالمية وظهور الشركات الوهمية نقولوا هي ومنها عقارات استثمارية وإلخ سايبة ليك منها، فهمت كيفاه. وكانت غسيل الأموال تعتبر حاجة عادية وقت، ويقدر أكثر من 2.5% من الفلوس تاع العالمية الدولية هي مغسولة، وكانت حاجة عادية تسمى. يعني بداية الفعلية لفكرة غسيل الأموال كانت مرتبطة بالمافيا، أما هو كان موجود من قبل.